قولا واحدا عند كل العلماء وكل المسلمين في كل العصور، أعتقد أن هذا الكلام بيحتاج إلى يعني مراجعات في الموضوعات دي. يبقى أنا ما أقدرش أقول، المفروض أنا كداعية لا أسفه أحلام الآخرين ولا أقلل من علم الآخرين ولا أحجر على آراء الآخرين وخصوصا المخالفين. دايما الفقه علمنا أن أنا أحترم الرأي الآخر اللي هو قد يكون مخالف لرأيي أنا. ومشهور في المسألة دي قول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ما قالش بقى أنا رأيي صح وأي حد غيري غلط، لا، أنا رأيي صح في معتقدي أنا، وإلا لو أنا عارف إن رأيي غلط ما كنتش حكمت بيه. يعني لو أنا رأيي غلط وأنا أعلم إن هو غلط وأقول بيه يبقى أنا إنسان مضل. فأنا اعتقادي حسب اجتهادي إن رأيي صح، ولكن في نفس الوقت هو مش صح مطلق. يعني مفيش عصمة لحد إلا للأنبياء والمرسلين. يبقى طالما أنا مش معصوم يبقى أنا اجتهادي وصلني أو أنا اعتقادي وصلني إن رأيي صح باجتهادي وبفكري، لكن في نفس الوقت لأن مش معصوم فهو يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ عندي. طالما أنا مخالف ليه وأنا بعتقد إن رأيي صح يبقى رأي غيري غلط. وإلا لو أنا بقول رأيي صح ورأي غيري صح وإحنا الاتنين مختلفين لبعض يبقى مفيش عقل هنا، يبقى لازم في حد غلط. واحد بيقول لي بيتكم ناحيانها، أنا قلت الناحية دي وأنا متأكد، وواحد قال لي الناحية دي وأنا متأكد. أنا متأكد الناحية دي، أقول هو صح إزاي؟ يبقى أنا كده مفيش ضبط أو مفيش تركيز في الكلام. يبقى رأيي صواب يحتمل الخطأ لأن مفيش عصمة لحد، ورأي غيري خطأ لأن معتقد غيره يحتمل الصواب لأن ممكن أكون غلط لأن مش معصوم برضه. فهمتوا المسألة؟ فما نتشبث برأي واحد ودايما نغلط الآخر. وديت المشكلة اللي بيقع فيها بعض العلماء أو بعض المشايخ، إن هو يتمسك برأيه وينكر رأي الآخر، والآخر يتمسك برأيه وينكر رأي صاحبنا، فتقع الخلافات والمشاكل. ويجي الإعلام بقى يصطدف الماء العكرة ويجيبوا الاثنين يقعدوا قدام بعض، وده يدافع عن رأيه وده يدافع عن رأيه، رغم إن الاثنين رأيهم ممكن يكون صح، وإن الشرع يتسع لكل أو لهذين الرأيين ولأكثر من كده. يبقى هنا عدم حكر أو عدم إن أنا أحجر على رأي الآخر. احترام عقلية المستمع ومخاطبته بما يفهمه. أنا في بلد فلاحين أتكلم بلغتهم وأتكلم في مسائل هم يفهموها، ما أقعدش هناك أتكلم وأقول لهم وكالة ناسا الأمريكية اكتشفت معرفش إيه فوق ظهر هم على قد حالهم، بسطاء